ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ياسر من قناة مو ياس ستوديو. هنعمل النهارده توتوريال ازاي نعمل 3D افكت برنامج ادوبي الستريتور. الموضوع مش صعب خالص، الموضوع بالعكس بسيط جدا جدا. وبعد ما نخلص الاليمنت بتاعنا او الشكل بتاعنا اللي هنعمله 3D، هندخل على طول على الفوتوشوب عشان نعمل موك اب للاليمنت بتاعنا، نحطه كده في زي بلاستيك باج او بلاستيك فويل باج علشان ندي شكل كده يعني كاتشي شويه. يبقى هدفنا في الفيديو ده ان احنا نعمل ترند مشهور جدا. الترند ده يا جماعه من اهم الترندز الموجوده، لانه اتصنف انه في 2023 2024 من انجح الترندز الموجوده في الساحه او في مجال الجرافيك ديزاين. فبالتالي احنا محتاجين نعرفه حتى لو مش هنستخدمه كتير في شغلنا، بس نبقى عارفينه علشان نفضل ابديتد بالمجال بتاعنا. فاحنا لازم نبقى مركزين كويس جدا مع المجال ومستجداته. ان شاء الله هنعمل دروس تانية كتير ليها علاقة بالترندنج ستايلز وليها علاقة بتيبس اند تريكس. اهم حاجة ان احنا لما نيجي نشتغل ان شاء الله نركز على الجانب العملي، وهنركز على الخبرة العملية والمعرفية. قبل أي شيء أعرفكم بنفسي، أنا محمد ياسر، سينيور جرافيك ديزاينر، بقالي تقريبا أكتر من 7 سنين في المجال، خريج فنون جميلة جرافيك. يعني دراستي ومجالي كلهم شابكين في بعض. المهم خليني ما أطولش عليكم. القناة إن شاء الله هتكون بتتكلم عن الجرافيك ديزاين بشكل خاص، ومفيش مانع طبعا بما إننا بنتكلم عن الكريتيف فيلد كله نتكلم شوية في الفيديو إيديتنج أساسياته، نتكلم في الموشن جرافيك، نتكلم في ال 3D، من باب إن إحنا نتثقف ونبقى عندنا معرفة شاملة بالمجال بتاعنا. بعد كده نكون مميزين جدا في سوق العمل المصري. بناء عليه خلونا نشوف مع بعض إزاي نقدر نعمل ال 3D elements على Adobe Illustrator. حول من بروجرام او سوفت وير 2 دي لحاجه 3 دي، وبعد كده ندخلها على الفوتوشوب نقدر نعمل موك اب يدي الدبث اللي احنا محتاجينه علشان يدي واقعيه اكتر ويدي شكل اكتر احترافيه. مع بعض هنقدر نعمل الكلام ده كله، ويلا بينا.
كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويعني فعلوا زر الجرس. انا معرفش هيفرق معايا في ايه، بس كله بيقول فعلوا زر الجرس، فنفعل زر الجرس لو سمحتم. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت لو عندكم ملاحظات، لو الصوت واضح، الصوت مش عاجبكم، لو في اي حاجة نقدر نحسن بيها المحتوى مع بعض علشان نقدم اقوى محتوى باحسن صورة ممكنة. شكرا ليكم. اول فيديو خلص، وان شاء الله استنونا في فيديوز تانية كتير جاية.